بيوم من الأيام إجا رجل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أنا بعدني شاب ونشيط وأريد أجاهد، بس والدتي ما تقبل، شو أسوي؟ فشنو قال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله. تخيل اكو هواية ناس ما يحترمون امهم ولا ابوهم وما يعرفون شنو قيمتهم. رب العالمين يرضى عليك اذا امك وابوك رضوا عليك. دير بالك تضوج امك او ابوك او تزعلهم منك، حياتك حرفيا تتدمر، يروح توفيقك، حظك بالدنيا يخرب، مستقبلك حتى مستقبلك اذا تريد يصير بيه خير امك وابوك راضين عليك لازم. تدري اللي يأذي امه وابوه تدري شي يصير بيه؟ اكو شيء يسموه تعجيل العقوبة من رب العالمين. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم